لو عايزة طريقة فطيرة طريقة السلطان اتفرج عليها في الفيديو. طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة، في بدايل للمكونات اهيت بالشكل ده كده. اتفرج عليها في الفيديو، اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل الجميل ده. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل لكم فطيرة سهلة وبسيطة، فطيرة طريقة السلطان بطريقة سهلة وبسيطة هعملها لكم النهارده. يلا نبدأ في المكونات، بسم الله. معانا 5 كوبايات دقيق، 5 كوبايات دقيق. معانا كوباية لبن وكوباية مية. معانا 100 جرام زيت، يعني تلت كوباية من كوباية المية دي. معانا معلقة خميرة كبيرة، ومعانا معلقتين سكر، معانا معلقتين كاكاو، معانا بيضة هناخد البياض بتاعها بس، ومعانا رشة ملح ان شاء الله. هنبدأ في التحضير، بسم الله. هننزل باللبن، بسم الله، والمية، ومعانا السكر والخميرة، ونقلبهم. والزيت وبياض البيضة وهنخلطهم بالشكل ده كده. هنزل بقى بالدقيق بالشكل ده كده، وبرشة الملح. هنزل برشة الملح بالشكل ده كده. كمل عجن بقى بالايد. هنعجن لحد ما نلمها. بالشكل ده كده اهي العجينة اهي. بعد ما العجينة بالشكل ده كده هنقسمها نصين عشان نحط كاكاو في النص، في نص القطعة، والنص التاني هنسيبه ابيض كده. انا قسمتهم 2 قد بعض بالشكل ده كده اهو. هناخد قطعة هنحط فيها الكاكاو، والقطعة التانية هنسيبها زي ما هي كده بيض. دي بقى هنعمل فيها ايه؟ هنحط هنا معلقتين زيت على العجينة دي، بالشكل ده كده. وهنحاول ان احنا ندخلهم في العجينة. لو عندك زبدة حطي، او سمنة هتحطي معلقتين كده، او مكعبين يعني. عندنا ندخل الزيت في العجينة لحد ما نلمها برضو بالشكل ده كده اهو اهي. دي بقى هنركنها على جنب. النص التاني بقى هنحط برضو معلقتين زيت، وهننزل بمعلقتين الكاكاو بالشكل ده كده. نشوف اللون برضو اذا احتاجت هنحط. نبتدي نعجن كده، ندخل ايه الكاكاو في العجينة بالشكل ده كده.
الزيت دون هيساعدنا، او لو انت حطيت الزبدة هيساعدنا ان الكاكاو يتداخل مع العجينة بسرعة. بالشكل ده كده اهي العجينة اهي اللي فيها كاكاو بالشكل ده كده. هنسيبها تخمر في مكان دافي، وبعد ما تخمر هرجع لحضراتكم تاني. كده العجينة خمرت بالشكل ده اهي كده، بالشكل ده كده. ودي البيضة اهيت، هنبدأ نفرد البيضة. حطينا رشة دقيق، هنبدأ نفردها. بالشكل ده كده نفردها مستطيل. حاولوا تفردوها مستطيل على قد ما تقدروا. هنفرد بقى النص التاني اللي هو بالكاكاو بالشكل ده كده برضو مستطيل. بالشكل ده كده. فردتها بالشكل ده كده اهي. كده بقى هنحط الطبقتين على بعض. كده انا حطيت الطبقتين على بعض اهمت بالشكل ده كده اهي. هنحط في الجزء اللي هنا ده الحشوة، وهنا هنقطعه كده بالسكينة شرايح. نحط شوكولاتة كده بالشكل ده كده هنا كده. بالشكل ده كده. هنيجي في الجزء دون كده هنعمل شرايح بالسكينة كده، أشرطة يعني شرايط، بس الجزء اللي فوق دون هيكون أكبر من اللي تحت، يعني المسافة دي كده اهي. تقطعوه كده بالسكينة أو أي قطاعة بالشكل ده كده. هنبدأ نلف كده بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو، لحد ما نوصل هنا كده. دي هنلفها كده، هنبرمها بالشكل ده كده اهي اهي، بالشكل ده كده.
بريوش سهل وبسيط وجميل، يعني نضفرها بالشكل ده كده اهي. احسن من الكيكة، سهلة وطعمها يطلع حلو ان شاء الله وجميل. يا رب الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهي. هنلف برضو كده بالشكل ده اهو، الشكل الجميل ده اهو اهي، بالشكل ده كده اهيت. هنجيب صينية بقى، صينية مدهونة زيت، ونروح حاطين دي فيها، ونسيبها برضه ترتاح 10 دقايق، يعني هتخمر كمان مرة. يبقى احنا خمرنا البريوش دون مرتين، مرة قبل ما نفرده كده بالشكل ده كده، والمرة التانية لازم قبل ما ندخله الفرن لازم يخمر ربع ساعة أو 10 دقايق. هجيب بقى الصينية واحطها فيها. ادي الصينية اهيت، احنا هنروح شايلينها كده حطينا في قلب الصينية. بالشكل ده كده حطيتها في الصينية دي على مقاسها بالشكل الجميل ده اهي اهيت. كده هسيبها تخمر 10 دقايق او ربع ساعة على حسب ما يتضاعف حجمها تاني. وبعد كده هجيب بيضة وشوية لبن ومعلقة خل، واحطها على البيضة واللبن، الصفار البيضة يعني واللبن والخل، وادهن وشها وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. كده شكل البريوش اهوت بعد ما خمر. هجيب بقى الصفار بيضة ومعلقتين لبن ومعلقة خل، واخلطهم على بعض وادهن الوش البريوش بيها او طاقية السلطان اهو. اخلطهم هنزل بالشكل ده كده اهو. كده بعد ما دهنتها ادخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180، والفرن ساخن من قبل. ان شاء الله اوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. الفطيرة بعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده اهيت. اتمنى تعجب حضراتكم اهي بالشكل الجميل دي، سهلة وبسيطة مش مكلفة اي حاجة، احسن من الكيكة والله اهي. طريقة جميلة وسهلة وبسيطة ما خدتش وقت اهي. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل ده كده اهيت. شايفين الشكل؟ بصوا حضراتكم خفيف وتحفة والله. بصوا وهش، بصوا اهو اهو، شايفين؟ اتمنى الطريقة تعجب حضراتكم، هي طريقة سهلة وبسيطة، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.